ايه بس يا اختي في جيراني اللي ما يتعشروش دول ابدا. انت عارفه يا حبيبتي ان انا طول عمري نظيفه وشملوله وحاجتي دايما زي الفل، وده علشان بقى اغسل اول باول، ما خليش غسيل يتكوم على التاني ابدا. لكن تقولي ايه بقى في الجيران اللي بيغيروا مني هيطقوا مني عشان انا نظيفه وشملوله. طب اهو عندك اول امبارح بعد ما غسلت ونشرت ونشيري كان زي الفل، ايه قلت ادلق الميه بتاعت الغسيل، رحت فاتحه الشباك على الاخر ودلقاها في الشارع. اتبي ست ام نجاة اللي ساكنه جنبينا كانت فايته تحت الشباك ونزلت عليها ميه الغسيل غرقتها. بصت لي يا اختي وراحت زعقه: ايه الميه دي ميه الغسيل يا اختي، عقبال عندكم. وهي ميه الغسيل تترمي من الشبابيك برضو يا خالتي بامبا؟ اما انت امرك عجب قوي يا ست ام نجاة. ارميها يا اختي مطرح مرميها، انت زعلانه ليه؟ مش عايزاني ازعل يا خالتي بامبا، والميه نزلت عليا غرقتني وغرقت الهدوم اللي انا لابساها. ولا تحملي هم يا ست ام نجاة. ما احملش هم ازاي بقى؟ وحياة غلاوتك الميه نظيفه ومغليه كمان بصابون نمره واحد من اللي بالشيء الفلاني. يعني ايه صابون نمره واحد بالشيء الفلاني؟ مانيش فاهمه يا خالتي بامبا. يعني احمدي ربنا اللي هدومك اتغسلت ببلاش، كلها يا اختي ساعه ولا اتنين تقعديهم في الشمس تنشفي على طول وتبقى هدومك زي الفل. غلطتش يا اختي، اقوم ابص الاقي الست ام نجاة قال ايه تروح على الكراكون عدل وتعمل له مذكره، واللي في الكراكون يا اختي يعوموا على عمهم ويعملوا لي قال ايه محضر عشان بدلق ميه في الطريق العام. حق والنبي ده يصح برضه بين الجيران وبعضيهم. واحكي يا اختي للراجل ابو سيد يقول لي: حد يرمي الميه في الشارع من الشبابيك يا بامبا؟ امال دورات المياه معموله ليه؟ يا اخويا اصلا انا كنت جنب الشباك، ايه بقى اللي هيوديني دورة الميه؟ هو انت بس غاوي تعبي وخلاص؟ يبقى تستاهلي تروح تشتكيكي وتحبسك كمان. انت يا راجل انت معايا ولا مع الكراكون؟ يا بامبا انا مع الحق. ترضي انت تكوني ماشيه في الشارع وحد يرمي عليكي ميه مش نظيفه؟ يستجري؟ طب والنبي ومن نبى النبي ده انا كنت اخلي اللي ما يشتري يتفرج. يبقى اللي ما ترضيش ان يتعمل فيكي يا بامبا ما يتعملش في الناس. ده غير ان الميه لما بتتكوم بتجيب الناموس والامراض، واحنا واجبنا ان احنا نحمي نفسينا يا بامبا من الناموس ومن الامراض. ازاي يا ابو سيد؟ ازاي؟ بان احنا ما ندلقش ميه في الشارع يا بامبا بالشكل ده، ما نضايقش جيراننا ولا ننشرش الامراض اللي الدوله بتصرف الكتير عشان تحمينا منها يا بامبا. شوف يا اخت الراجل اللي بيغلطني عشان دلقت شويه ميه على ست ام نجاة، ده بدل يا اختي ما يروح يبستفها بكلمتين علشان ما رعتش الجيره وراحت اشتكتني في الكراكون. لكن هقول لكم ايه، طول عمره كده واقف ضدي وما يجيش في صفي ابدا، يا عيني عليا. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. زمان كانت الناس بتعبد أصنام كتيرة، كل قبيلة كان لها صنم تعبده، يروح صنم ويجي صنم تاني. الأديان نزلت علشان تنظف عقول الناس وتفهمهم إن الأصنام دي اللي بيعبدوها دي لا بتنفع ولا بتضر، يعني زي قلتها، بالعكس عدمها أحسن من وجودها. سيدنا إبراهيم لما دخل المعبد وكسر الأصنام ساب صنم واحد وعلق في رقبته الفاس اللي كسر بيه بقية الأصنام. جم قومه لقوا الآلهة بتاعتهم مدشدشة ما عدا صنم واحد. مين اللي عمل كده؟ افتكروا سيدنا إبراهيم، استدعوه وفتحوا له محضر تحقيق وسألوه مين اللي عمل كده؟ قال لهم ما تسألوهم هم. قالوا له يا إبراهيم انت عارف ان الآلهة دي لا بتسمع ولا بترد. قال لهم حد يعبد آلهة لا بتسمع ولا بترد؟ آلهة خرصة وطرشة؟ قوم سيدنا إبراهيم بصوا لقوا كبير الآلهة معلق في رقبته الفاس وهو الوحيد اللي ما اتكسرش. بصوا لسيدنا إبراهيم وبصوا للصنم اللي فاضل ورجعوا يسألوا سيدنا إبراهيم مين اللي عمل كده في آلهتنا؟ سيدنا إبراهيم قال لهم جايز كبيرهم، ما تسألوه، الفاس معلق في رقبته
جايز يكون قام على بقية الأصنام كسرها. قالوا له يا إبراهيم ما تسخرش مننا، كبير الآلهة ده لا يقدر يتحرك من مكانه ولا يقدر يمسك فاس ولا يقدر يكسر حاجة. قال لهم حد يعبد إله لا يقدر يتحرك من مكانه ولا يقدر ينفع ولا يقدر يضر؟ عبادة الأصنام انتهت تقريبا من العالم، ما عادش فيه غير قبائل قليلة قوي هي اللي لسه بتعمل أصنام وتعبدها، لكن في صنم واحد لسه مستعصي على الهدم، لسه عايش رغم ان الدنيا اتطورت واتقدمت. صنم اسمه الفلوس، اسمه الذهب. الصنم ده لسه معبود عند ناس كتيرة، لسه ما وقعش، لسه موجود فتنة للناس واختبار ليهم. في ناس كتيرة قوي مستعدة تعمل اي حاجة علشان تحصل على الفلوس. 90% من جرائم القتل والسرقة والاختلاس هدفها الفلوس وسببها الفلوس. 90% من الفساد الموجود في الأرض سببه الرغبة في الحصول على الفلوس. 90% من الحروب اللي حصلت في العالم سببها مادي، الاستيلاء على أرض فيها معادن أو بترول. الفلوس فتنة كبيرة قوي ما بينجاش منها غير الإنسان المؤمن اللي عارف حقيقة الدنيا وعارف إنها لعب ولهو وزينة وتفاخر. لو بصينا في حقيقة الفلوس هنلاقي إيه؟ الفلوس ممكن تشتري لك فطيرة، وممكن تشتري لك عربية، وممكن تشتري لك قصر، وممكن تشتري لك مركب ويخت وطيارة، لكن الفلوس ما تقدرش تشتري لك احترام الناس، ولا تقدر تشتري لك العلم، ولا تقدر تشتري لك الصحة، ولا تقدر تشتري لك السعادة. الفلوس يا منجي يا مغيث خلت الناس هردبيس والضماير تلطميس، ده هي تقطع دي الفلوس. الفلوس ياما بتعلي خسيس وياما بتوطي حسيس، هي فيها مغناطيس ولا ايه سر الفلوس؟ الفلوس مهمة ومطلوبة، والسعي للرزق مطلوب وواجب، لكن في حدود ان الفلوس خادم توجهه مش سيد يوجهك. مش كده ولا ايه؟ غدا نلتقي مع فؤاد المهندس، أحمد بهجت، ويوسف حجازي.